السلام عليكم جميعا أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة وأسبوع جديد من البوكس أوفيس الهندي. وفي حلقة النهاردة هنتعرف على ترتيب أفضل 10 أفلام تحقيقا للإيرادات في شباك التذاكر الهندي في أول أسبوع من شهر نوفمبر، مع تقييم وقصة كل فيلم. ومن غير ما نطول عليكم يلا بينا نبدأ. وهنبدأ بالمركز العاشر بفيلم الدراما ذا فاكسين وور، والفيلم تم طرحه في السينمات الهندية يوم 28/9/2023، وبتدور أحداث الفيلم عن معركة الهند ضد فيروس كورونا والجهود اللي بذلها القسم الطبي للتغلب على الأزمة العالمية. وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 64 مليون و500 ألف روبية هندية، والفيلم حصل على تقييم 7.7 على موقع IMDb. जो भी कर लो मरता ही नहीं था। उस राजा की जान एक तोते की गर्दन में अटकी है। तोते की गर्दन मरोड़ थी और राजा मर गया। हमारे राजा की जान इस वैक्सीन में अटकी। وفي المركز التاسع جه فيلم الجريمة الكوميدي فوكري 3، وتم طرح الفيلم في السينما الهندية يوم 28/9/2023، وبتدور أحداث الفيلم حوالين 4 أصدقاء واللي بيحاولوا العثور على طريقة سهلة لكسب المال، وبيخططوا للفوز بمقعد في مجلس المدينة، لكن بيكتشفوا سريعا انهم في مشكلة كبيرة بعد تورطهم في مؤامرة سياسية. وبلغ اجمالي ايرادات الفيلم 956 مليون و200 الف روبية هندية، والفيلم حصل على تقييم 7.7 على موقع IMDb. Excuse me, madam. May I go toilet? Sure, sir. 2 नंबर भी. Yes, sir, if you want to. Ice cube too. नहीं मतलब उड़ते हवाई जहाज से नीचे वालों पे. No, sir, it's not like that. Flying craft में body waste को ice cubes में convert कर दिया जाता है. बर्फ के गोले. وفي المركز الثامن جه فيلم الدراما ميشن رانيجانج. تم صدور الفيلم في السينمات الهندية يوم 6/10/2023، وأحداث الفيلم مبنية عن القصة الحقيقية لواحدة من أكبر وأنجح مهام الإنقاذ في ولاية بنجال الغربية في عام 1989، واللي قام بيها كبير مهندسين التعدين، واللي أنقذ حياة 65 من عمال المناجم المحاصرين في منجم. وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 329 مليون و600 ألف روبية هندية، والفيلم حصل على تقييم 7.7 على موقع IMDb. वो मेरे पति बाद में है, पहले एक माइनर है। क्रेन आ तो जाएगी ना? وفي المركز السابع جه الفيلم الكوميدي الدرامي ياريان 2. تم صدور الفيلم في السينمات الهندية يوم 20/10/2023، والفيلم بتدور أحداثه في إطار درامي رومانسي حوالين الصعوبات اللي بيقابلها 3 أبناء عم بعد انتقالهم من العيشة من الريف لمدينة مومباي. وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 29 مليون و500 ألف روبية هندية، والفيلم حصل على تقييم 8.4 على موقع IMDb. हमारे रिश्ते ना कूड़े के ढेर में समर्पित हो चुके हैं। وفي المركز السادس جه فيلم الأكشن والخيال العلمي جانا باث. تم صدور الفيلم في السينمات الهندية يوم 20/10/2023، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 128 مليون و500 ألف روبية هندية، والفيلم حصل على تقييم 5.7 على موقع IMDb. अब उनको जब डर लगता है ना तब अपन बहुत मारता है। وفي المركز الخامس جه فيلم الأكشن بهجوانث كيثاري. تم صدور الفيلم في السينما الهندية يوم 19/10/2023، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 871 مليون روبية هندية، والفيلم حصل على تقييم 7.3 على موقع IMDb. ना प्रपंचम शेर शहराने से शेरी होता है बुल्ली नहीं बनता रे बुल्ला भाई।
थप्पड़ चाहिए وفي المركز الرابع فيلم الأكشن جوان. تم صدور الفيلم في السينما الهندية يوم 7/9/2023، وبتدور أحداث الفيلم عن راجل بيسعى للانتقام من مجموعة من الأشخاص اللي قتلت حبيبته وعائلته، واللي بيواجه العديد من التحديات في رحلته الانتقامية. وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 6 مليار و442 مليون روبية هندية، والفيلم حصل على تقييم 7.5 على موقع IMDb. जब मैं विलन बनता हूं ना तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता. وفي المركز الثالث جه فيلم الأكشن ليو، وتم صدور الفيلم في السينما الهندية يوم 19/10/2023، وبتدور أحداث الفيلم عن ليو اللي بيعيش حياة بسيطة مع عيلته في قرية صغيرة، لكن بتنقلب حياته بعد هجوم عصابة مخدرات على القرية، وبيقتلوا عدد كبير جدا من السكان. وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 3 مليار و120 مليون روبية هندية، والفيلم حصل على تقييم 7.8 على موقع IMDb. وفي المركز الثاني جه فيلم الدراما 12 فيل. تم صدور الفيلم في السينما الهندية يوم 27/10/2023، وقصة الفيلم مبنية عن رواية بتحمل نفس الاسم، واللي بتحكي قصة الحياة الحقيقية لمانوك كومار شارما اللي بيتغلب على الفقر والمحسوبية علشان يبقى ضابط في جهاز الشرطة الهندية. وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 130 مليون روبية هندية، والفيلم حصل على تقييم 9.3 على موقع IMDb. وفي المركز الأول فيلم الأكشن تيجاز. تم صدور الفيلم في السينما الهندية يوم 27/10/2023، وبتدور أحداث الفيلم عن الطيارة في سلاح الجو الهندي تيجاز جيل اللي بتقوم بمهمة إنقاذ جاسوسة هندية بتملك معلومات سرية مهمة. وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 52 مليون و500 ألف روبية هندية، والفيلم حصل على تقييم 7.3 على موقع IMDb. This is not personal. It is personal for me, sir. टेररिज्म इस दुनिया में सबके लिए पर्सनल होना चाहिए, तभी इसे इस दुनिया से निकाला जा सकता है. Flight time will be 45 minutes. मैम प्लान इंडिया से टेक ऑफ करने का नहीं है. وبكده خلصت حلقتنا عن آخر أخبار أفلام البوكس أوفيس الهندي، فبتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وما تنسوش لو حابين تتعرفوا على آخر أخبار البوكس أوفيس الأمريكي أو أفلام البوكس أوفيس الكوري، هتلاقوا سايب لكم روابط الحلقات في الوصف، ويسعدني إنكم تتفرجوا عليها وتقولوا لي رأيكم، ونشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.